السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده انا مش في المطبخ بتاعي، انا في المطبخ بتاع ماما. تمام، ست الكل. مش عايزه اقول لكم، انا اصلا ما بحبش، انا الاكل اللي انا بعمله انا بايدي، لا انا ما بحبوش زي ما بحب الاكل اللي بيطلع من تحت ايد ماما طبعا. فالنهارده انا هصور اكله هي اللي بتعملها، وما افتكرش ان انا هعرف ابدا اعملها زي ما هي بتعملها. تمام، هنعمل سلمون في البيت، سمك سلمون في البيت. تمام. خليكم معايا كده. هنشرح مع بعض طبعا المكونات بتاعتنا هنا. ده سمك اسمه ايه يا ماما؟ إيه؟ سمك مكاريل. تمام. ده احنا طبعا غسلينه، تمام، ومنضفينه من جوه زي ما انتم شايفين كده اهو، وحاشين منه الشوك وكل حاجه. وهنا في صينيه، ده ايه يا ماما؟ زيت وخل. ده زيت وخل وليمون. تمام، زيت وخل وليمون. ومعايا هنا دي تتبيله عباره عن صلصه طماطم وفلفل، ولا ايه؟ صلصه ليمون. طماطم وليمون توم. وتوم وشطه وملح. تمام. معلش انا بعرف منها عشان هي اللي عارفه تفاصيل الاكل. نشتغل بقى دلوقتي. اتفضلي. بنحشي السمكية كده ونحطها في الصينية. بس شوف هي عملت ايه، اللي هي بتاخد التتبيلة فوق وتحت بتاعة الزيت والخل والليمون، يعني كأنها بتشرب منها السمك. تمام كده. عايزه اقول لكم دي الاكله المفضله لينا في عيد الفطر. يعني ليله العيد كده بالليل ماما بتعملها. مش عايزه اقول لكم بتبقى ريحتها جايبه اخر الدنيا، اللي هو يعني بتبقى قلب الشارع بصراحه. يعني بتبقى حلوه جدا جدا، فعلشان كده احنا بنحب ناكلها من ايديها هي. نحط عليها صلصه طماطم كده. تمام، هي كده، وندخلها الفرن والريحه تقلب الدنيا بقى ونرجع مع بعض. ودي الصينيه بتاعتنا يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، تحفه. الريحه اقسم بالله جايبه اخر الدنيا في الشارع. بصوا الصوص بتاعها، شايفين الصوص ده؟ الصوص ده خطير، طعمه تحفه تحفه تحفه. بصوا، يعني مش عايزه اقول لكم الريحه حكايه حكايه والله العظيم، وفعلا طعمه بيبقى خطير. انا عن نفسي يعني انا واخواتي طبعا بنستنى، يعني عيد الفطر ده بيبقى ليه طعم تاني ورونق تاني كده خالص واحنا بنعمل الحاجات دي، وريحتها اللي بتبقى قلب الدنيا كده. انا بصوا، انا يعني انا خليتها عملت صينيه صغيره كده على قدي. تمام. لما اروح البيت بقى، يعني هي دلوقتي سخنه، مولعه نار، لسه طالعه من الفرن طبعا. تمام. انا بقى لما اروح البيت هتكون بردت شويه. هفصصها ونحط عليها الصوص ده، واوريكم شكلها بعد ما تتفصص. تمام، يعني احنا بنحش في بيبقى فيها شوك صغير خالص، بنحوشه وبنفصصها وبنحط عليها من الصوص ده كده. عايزين تزودي شويه يعني حبه خل كده، تمام، مفيش مشكله. بيبقى طعمها حكايه، مش عايزه اقول لكم يعني. تمام، هنشوفها بقى ايه بعد ما تتفصص. ده السلمون بتاعنا بعد ما حشنا منه الشوك الصغير اللي بيبقى فيه، وحطينا عليه الصوص، شايفين؟
زي التونة المفتتة او زي السلمون اللي بنشتريه من العلب، بس بصراحة يعني ده تحفة، طعم وريحة وحياة ربنا تحفة يعني. وحاجة انت عاملاها على ايدك وحاجة كويسة جدا. مش عايزة اقول لكم الطعم عامل ازاي، شايفين؟ والصوص اللي بيبقى في الصينية ده لما بنحطه عليه، بصوا، مخلي الطعم يعني مش عايزه اقول لكم عامل ازاي، طعمه حلو جدا جدا جدا. ده بقى بنستخدمه في عيد الفطر مع الفسيخ طبعا، بس بيبقى يعني بنتكل اكتر على على السلمون، لانه بيبقى طعمه حلو جدا، وحاجه عاملينها على ايدينا، حاجه حلوه كده وريحه وطعم من بعد كده مفيش. تمام. يا رب تكون الوصفه عجبتكم يا رب، وتقولوا رايكم في الكومنتات، وريت كتير بقى علشان الفيديو يترفع، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.